السلام عليكم، اهلا بيكم مطبخ ريتال للاكلات الشهيه. النهارده هنعمل البوريك باللحمه المفرومه او اصابع الجلاش باللحمه المفرومه. بجد شايفين منظرها؟ شايفين واخده لون حلو جدا، مش لازقه معانا. كمان كل اللي هيدوقها هيحلف بيها. بجد هتتخطف خطف، اتخطفت خطفه من على السفره. بجد حاجه كده، واو، حاجه كده تحفه جدا، مش لازقه معانا، كريسبي مقرمشه. لا هي ناشفة قوي ولا هي طرية قوي، بجد يعني حلو فاخر من الاخر، بجد تستاهل لايك. بجد الطريقة حلوة جدا، طالع مظبوط 100%. الاصابع بتاعتنا مش لازقة، شايفين المنظر بتاعها؟ يلا نشوف الطريقة مع بعض. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوناش في الشير واللايك واشتراك علشان كل الناس تستفيد. بص يا ست الكل، اول حاجة هنبتديها هي العصاج بتاعنا المعتاد. هنبتدي دلوقتي. انا نزلت ببصلاية، عليها معلقتين من الزبدة، عليها 3 معالق من الزيت. الزيت والزبدة بيدوا تيست حلو، وهنا يعني بنحط الزيت والزبدة علشان ما تنحرقش مننا الزبدة على طول. فانا نزلت بالبصلة. هنا انا استخدمت بصلتين متوسطين، تقدري انت تكتري في البصل زي ما بتحبي، تقدري ان انت تقللي. الخطوة دي ترجعلك. وهنزل بكمية اللحمة المفرومة بتاعتي. انا هعصج كمية البصل دي الكيلو قدامي لكيلو لحمة. طبعا انا مش هستخدم الكيلو كله للبوريك بتاعنا، وهنزل بفصين من التوم. انا بشتغل على نار عالية، ما بشتغلش على نار هادية خالص، بحيث ان البصلاية بتاعتي ما تنزلش مية وتاخد اللون الاصفر بس، اللي هو ايه، يا دوبك البصلايه تدبل بس بتاعتي كده. وانزل بكميه اللحمه المفرومه بتاعتي. هنا طبعا انا مش هستخدم الكميه كلها للبوريك بتاعي او اصابع الجلاش بتاعتي. انا عامله عصاج بزياده علشان هحتاج لحاجه تانية معايا. ببتدي ان انا افرد اللحمه بتاعتي كده بقى واقلبها، وزي ما اتفقنا على نار عاليه. انا ما حطيتش ملح خالص. هبتدي بقى ان انا اقلبها كويس جدا، وانزل بالبهارات بتاعتي بقى، البهارات الحلوه بتاعتنا بقى اللي انت بقى حباها. يعني مش هقولك اللي نفسك تحطيه، المنكهات دي ترجع ليكي انت، والبهارات اللي متوفره عندك. هنا طبعا البهارات بتاعتي نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من بهارات اللحمه، ونص معلقه من الكزبره على ورق اللوري على الحبان المطحون، على رشه من جوز الطيب، وكمان معلقه صغيره، نص معلقه صغيره من البابريكا. هبتدي ان انا احمص البهارات بتاعتي كده بالشكل دوت علشان اتبل اللحمه بتاعتي. البهارات اول ما بتدخل على النار بتتحمص كده، وبتدي تست حلو جدا للحمه بتاعتي. وزي ما اتفقنا على نار عالية. هنا هنزل بالخضار بتاعي، هنزل بجزر مبشور، وهنزل كمان بفلفل الوان. تقدري ان انت تستخدمي فلفل رومي بس لو متواجد عندك، او فلفل حار. تقدري كمان ان انت تستغني عن الجزرة، او تقدري ممكن تحطي بسلة خضراء. الحاجات دي بتزود القيمة الغذائية. وكمان بندخل الخضار للاطفال جوه اللحمة علشان ياكلوها كده، ايه، لما بتيجي تديها لهم لوحدها ما بيرضوش. فهنا انا هعمل التشريبة بتاعتي. هنا معايا 2 حبة بيض، عليهم كوباية من الحليب، عليهم نص معلقة من الملح، ربع معلقة من الفلفل الاسمر، نص كوباية من الزبدة. هقلبهم كلهم كويس جدا مع بعض. الزبدة السايحة اهي نص كوباية. هقلبهم كويس جدا مع بعض علشان دي اللي هندهن بيها لا ورق الجلاش بتاعنا. اهم حاجة ان انت تضربيها كويس جدا علشان البيض بتاعنا يفك في اللبن، وتبقى معانا مادة سايلة. كده التشريبة بتاعتي جهزت، واللحمة المفرومة بتاعتي استوت. اللحمة المفرومة طبعا انا حطيت الملح المظبوط بتاعي، كل واحد بيحط حسب الملح المظبوط بتاعه. انا حطيت معلقة صغيرة. بجيب الصاج بتاعي بقى بدهنه بالزبدة كويس جدا من الجوانب ومن الاطراف بالشكل دوت. بعد كده بقى بجيب لفة الجلاش بتاعتي. انا بجيب الجلاش السايب. اهم حاجة في الجلاش بتاعك ان يكون الجلاش بتاعك طازة، مش مجمد. ولو مجمد وعندك تطلعي قبلها بفترة علشان يفك معاكي ويبقى سهل معاكي ان انتي تفرديه. ببتدي ادهن بقى ورقة ورقة. انا هخليهم 3 طبقات. تمسكي الفرشة كده وبتبتدي ان انتي تدهنيها، وترجعي تحطي الطبقة التانية. هنا بقى بندهن الورقة كويس جدا، وبعد كده بنجيب الطبقة التانية من الجلاش. اهم حاجة ان انت تجيبي الطبقة على الطبقة
بحيث ان هي تبقى مظبوطة معاكي. انا بفضل ان انا اعمل 3 طبقات، بيطلع حجم الصابع مظبوط، بيطلع متساوي معاكي. ما بيتقطعش منك، بتطلع مظبوط معاكي 100%. طبعا بنفرده كويس جدا، ونبتدي نرجع ندهن بالفرشة تاني بالشكل دوت. هنا الفرشة بتسهل عليكي وبتوزع الخليط من غير ما تبهدلي الدنيا كده، وتبقى يعني كويس حوالين منك. هبتدي انزل بقى بالطبقة التالتة اللي هي التالتة والاخيرة. بعد كده الطبقة دي بقى انا ما بدهنهاش اي مادة بقى بالشكل دوت. ولو الورقة مقطوعة منك ما تخافيش، احنا كده كده هندريها. بفردها كويس جدا واسويها، وابتدي انزل بقى بكمية اللحمة المفرومة بتاعتي المظبوطة، اللي هي تديكي حجم الصابع مظبوط معاكي، ويكون يعني الحشوة بتاعته مظبوطة. تقدري هنا في الوقت اللي انت الوقت دوت تقدري ان انت تحطي الجبن اللي انت حباها. ممكن تحطي جبنة، ممكن تحطي جبنة وزيتون. اهم حاجة ان انت وانت بتلفيه ابرومي كويس جدا، وحاولي ان انت تقفليه كويس جدا. تبرمي جامد، ما تخافيش علشان الجلاش بتاعنا طازة، فهيتبرم معاكي بمنتهى السهولة. طبعا بجيب الصاج بتاعي وبساوي الصابع بتاعي او البوريك بتاعي على حسب حجم الصاج بتاعي. ممكن تشيل الزيادات وممكن تتنيها زي ما انا تانيها كده. طبعا انا خلصت الكمية كلها. انا هبتدي ان انا اقطعه بقى على 4 طبقات، 4 رصات. ممكن انت لو عايزة ان انت تقطعيه على 3، بس انا هنا هقطعته على 4. طالع الحجم معايا مظبوط 100% وكويس، وحجم الصابع مظبوط بالشكل دوت. ببتدي بقى طبعا التشريبة اللي اتبقت مني ببتدي امسكها بقى. اهم حاجة وانتي بتقطعي يكون معاكي السكينة يكون حامية، مش باردة، علشان يتقطع معاكي بمنتهى السهولة. طبعا بمسك الفرشة بتاعتي كده وبدهنه بقى، بدهن صابع صابع بحيث ان اللون بتاعهم يبقى موحد، مفيش واحدة غامقة وواحدة فاتحة كده، زي اللي احنا بندهن الجلاش بتاعنا، علشان اللون بتاعنا يبقى موحد وما يبقاش فيه حتة فيها بيض وحتة ما فيهاش. انت كده بتساوي بتوزعي التشريبة بتاعتك كويس جدا على اصابع الجلاش، علشان اللون بتاعها يبقى موحد في التسوية بالشكل ده. بحاول ان انا اغطي كل قطعة من الصابع، علشان يبقى الخليط بتاعنا او التشريبة بتاعتنا متوزعة. طبعا الكمية الباقية بتاعتي ببتدي انزل بيها بقى على كمية الخليط، بس بعد ما اوزع التشريبة بتاعتي بالفرشة كده على الاصابع، بحيث ان هي تبقى الصوابع بتاعتنا كلها متشربة. طبعا انا نزلت بقية التشريبة الباقية بتاعتي اهيت. هسيبها اركنه في التلاجة من 2 ل4 ساعات حسب. لو انت مش مستعجلة عليه، كل ما تسيبيه كل ما التشريبة بتاعته بتتغلغل جوه اصابع الجلاش بتاعتنا، بيتشبع كده. وكمان بيطلع مظبوط معاكي 100%. بتشرب الاصابع الجلاش بتاعك بيتشرب التشريبة دي كلها. طبعا ده منظر اهوت بعد ما شرب التشريبة. شايفين المنظر؟ انا هدخله الفرن على درجة حرارة 200، هياخد مننا 45 دقيقة. هشغل من تحت بس، واول ما ياخد لون من تحت بالمنظر ده هبتدي ان انا اشغل الشواية. طبعا ده منظره، شايفين منظره؟ بجد حاجة كده تحفة، حاجة كده والله العظيم، حاجة واو. كانت بتتخطف خطف. يمكن هو اول حاجة كله كان بينتش فيه من طعمه، بجد طعمه كان حلو جدا. كله كان بيبصوا يعني حاجة كده، الكل انبهر بطعمها. حاجة كده كريسبي مقرمشة، آه يعني واخدة من جميع الانواع. انتي مش عارفة انتي واصلة لفين بجد. حلو فاخر من الاخر. كان تيست مديكي تيست عالي جدا وطعم روعة. بجد كان طعمه حلو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وشير علشان كل الناس تستفيد. بجد شايفين المنظر؟ منظره حاجة كده تحفة.